أول أيامنا في القاهرة. هذا اليوم كان طويل وحافل بالكثير من الجولات وسط الشوارع والحارات القديمة، واللي كانت مسلية جدا وعرفتنا على موروث هذا البلد المذهل، لكنها أيضا كانت متعبة. لذا قررنا أن نستريح من تعب التجوال بالهجوم المباشر على عالم الأكل الشعبي المصري. القحشة تمام التمام، 100 في القاهرة أول ما تتعب عصير المانجا على طول، كلمة السر. قررنا نجرب أشهر طبق على المائدة المصرية، الحمام. احنا الآن في جزيرة المنيل وهذا كورنيش القاهرة. وانطلقنا بأقصى سرعة إلى أشهر من يقدم الأكلات المصرية في القاهرة، وبالتحديد في منطقة الدقي في الجيزة. سيخ مشوي، راح نجرب الحمام على ضفاف النيل، الحمام على الطريقة المصرية بأروع أشكاله من سيخ مشوي. طبعا هذا المطعم ما يتميز بالأكلات المصرية بس، لا، يتميز بالفيو الرائع على النيل أو المراكب النيلية اللي تمر كل شوية. مكان خلاب بمعنى الكلمة. النيل بكل الأوقات جميل، لكن بالليل له مذاق خاص وجمال خاص. ليل القاهرة والنيل شيء من الخيال. قبل الحمام راح نجرب شوربة الحريرة. هنا يتميزون بتقديم شوربة خاصة بالمطعم، يعني خلونا نشوفها ونحكم عليها وبعدين ندخل على الحمام. هذه شوربة الحريرة يعود أصلها إلى المغرب، يعني شوربة حريرة فيها قطع من اللحم. طبعا الطعم رهيب جدا، لذيذ، لكن سبحان الله دسم جدا. شوفوا قطع اللحم اللي داخل. الطعم فعلا لذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل طبقنا الرئيسي، الحمام المحشي بالفريك. هذا أول مرة راح أجرب فيها الحمام بالفريك. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حارة، لا حارة. دام الأكل بعد حار، خلنا نعطيكم نبذة عن الأسعار ونبذة عن الأكل. طبعا سعر الحمامة هذه 95 جنيه. هذا الطبق سعره 160 جنيه. هذا طبق رز معمر بالحمام، يعني طبق مطبوخ بالحليب بطريقة بديعة جدا خاصة بمصر، وداخلها حمامة. هذه الحمامة المحشية بالفريك أكلة مشهورة جدا وتقليدية ورائعة جدا في مصر. الحمام فعلا دسم ويشعر الإنسان بشبع، يعني حمامة صغيرونة شبع الإنسان، لا تستهينون فيها. يعني صحيح هي كائن بريء ولطيف وصغير، لكنها دسمة جدا وتشبع. الخبز بعد مرور 5 دقائق بعدها حارة جدا.
نخلي الرز المعمر على صفحة ونبدأ بالحمام. يلا أعتقد صارت زينة. شوفوا يا أصدقاء، عمري ما تصورت هذه الحمامة البريئة اللطيفة الصغيرة إنه ممكن تنعمل بهذا الشكل، لكن والله إنجاز يحسب المصريين. شلون حشوا هذه الحمامة، شلون عملوها بهذا الشكل، والله دقة، فن هذا. الله، والله مذاق مذهل بكل معنى الكلمة، بديع. لا، دسمة وجميلة وتعكس الموروث. الشوكة والسكين ما لها مكان. فيها شوية حموضة، فيها بهارات أول مرة أتذوقها. طبق كله على بعضه بديع. لذا راح أقرر زيارة مصر بشكل دوري عشان أتذوق الحمام على أصوله بالقاهرة. مثل ما قلت لكم في حشوة بديعة، في شوية حموضة، في طعم بهارات أول مرة أتذوقها. طبق كله على بعضه بديع. الله أكبر الله أكبر، صوت الأذان يملأ سماء وفضاء القاهرة. نبدأ الآن بالرز المعمر بالحمام. شوفوا طبعا هذه الطوس الفخارية تذكرني بالطوس الفخارية اللي يستعملونها السوتلاج، خاصة في طرابزون. تحافظ على الحرارة لأطول مدة ممكنة، لذلك الطبق ما يزال حار لحد الآن. شوفوا طبعا هذا مطبوخ بالحليب، طريقة ما يجيدها إلا المصريين. أنا رحت نكهة السمن البلدي والدهن الحر واضحة جدا. نكهة الحليب مميزة جدا، خفيفة ومميزة جدا. صراحة طعم يعني طبق بديع، يستحق جائزة في عالم الطبخ. باختصار هذا طبق ملكي، يعني يشبع. برأيي في الاثنين، لكنه طبق يستحق وزنه ذهب. طلع الحمام. الحمام المدفون في وسط الرز المغمس بالحليب بنكهة السمن البلدي. ما كملتش، كنت بشتغل وبدرس في نفس الوقت، فانا قلت لهم لا، انا حاجه من الاثنين، انت عايزني ادرس مع نكهة الحمام صار الطعم الآن هائل، رهيب، بديع. يبقى شيء يبقى شيء ممتاز. نو كومنت. طبق بديع. لحم الحمام يا أصدقاء مختلف تماما عن لحم الدجاج، يعني ما في أي تشابه بين الاثنين. هذاك طعم وهذا طعم، هذا مقارن وهذاك مقارن. فعلا يعني الطعم مختلف جدا. لحوم زرقاء بس فعلا الطعم طيب جدا، خاصة ويا الفريق. ما أعرف يعني المذاق ايش حاطين فيه، شنو هذا الطعم، شنو هذا البهارات، شنو هذا الطعم الحامض. فعلا طبق بديع، لذيذ جدا ودسم جدا، لكن دهين جدا. شوفوا هذا كله الدهن مال الحمام. تخيلوا يعني المخلوق الصغيرون يطلع كل هذه الدسامة.
بعد هذه الأكلة اكتشفت شيء مهم جدا. منظر الأصابع المغمسة بالدهن بالأفلام والمسلسلات المصرية مو كذب ولا مبالغة، حقيقة، لأنه الحمام دهين جدا، فالأصابع تكون مغمسة بالدهن بشكل فظيع. شوفوا، الحمد لله على دسامة الأكل اللي أكلناه، يمكن يوما بعد ما أجوع. خالص تحياتي، ألتقيكم في مكان آخر. صباح الخير يا مصر. هذه الإطلالة الصباحية المميزة على وسط البلد يحتاج لها فطور مميز، فطور بنكهة الريف المصري وبجمال نسمات صباح القاهرة في أواخر الصيف. الفطير المشلتت الصابح ما شاء الله، مع عسل النحل والبيض والجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفطير المشلتت الصابح طبعا تبيعه السيدات اللي جايات من القرى حول القاهرة، يبيعون هنا الصبح في شوارع وسط البلد. طبعا ما يحلى إلا مع العسل. مذاقه شبيه فعلا بالكاهي العراقي، لكن يمتاز بأنه دهين أكثر. طبعا هو طبقات من العجين المخبوز بطريقة خاصة، يعني متواخذينها المصريين أبا عن جد. لذيذ جدا، يعني حتى طعمه لحاله لذيذ، لكن لازم يضاف له العسل، أحيانا يضاف له القشطة. يعني حتى طعمه لحاله لذيذ. حتى طعمه لحاله بدون إضافات. طيب، جدا طيب. طعم العسل والفطير رهيب، رهيب بمعنى الكلمة. حلويات فخمة جدا بالنكهة المصرية الأصيلة. غدانا اليوم راح يكون من عند جاد في منطقة الحسين. جاد واحد من أشهر المطاعم في القاهرة. راح نجرب من عنده شاورما، راح نجرب من عنده الكبدة، راح نجرب من عنده المحاشي. يلا. شكل تطور. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاد هذا طبق الكبدة الاسكندراني، هذا طبق الملوخية السادة طبعا، وهذا طبق المحشي. بما ان احنا من عشاق الدولمة قررنا ان نجرب المحشي على الطريقة المصرية. ونسيت اهم شيء، العيش، الخبز المصري. شوفوا جمال العيش المصري. ادي العيش يا خبازة. اكيد حنبدأ بالكبدة الاسكندراني لانه هو الوحيد اللي يتاكل بالخبز. كبدة بالفلفل على الطريقة الاسكندرانية الأصلية.
الكبدة حامضة حارة، تتبيلة خاصة، طبق فن حقيقي يعني بصراحة بدون أي مبالغة، جدا جميل. أنصح جدا تجربة الكبدة الإسكندراني من عند جاد، ما كنت أتوقع بهذا الجمال، رائع رائع جدا جميل. نحول على المحشي، من وين نبدأ؟ بالكوسة أو بالفلفل أو بالبتنجان أو ورق العنب، خلطة يبدو أنها عجيبة جميل، لكن بالتأكيد ورق العنب هو أكثر الأشياء المغرية. ما في شبه لا بالورق العنب الشامية أو العراقية، مذاق مصري خاص لكنه لذيذ. الكوسة حارة لكنها لذيذة. نحول على البتنجان دموع بحليب لذيذ. فلفل جدا جميل. الطبقة الخارجية فيها مذاق الفحم، مذاق النار، لكنه لذيذ، لكنها ملهلبة حار. خلونا نحول على الملوخية المصرية. وأخيرا الملوخية اللي من الأطباق اللي لابد تجربتها عند زيارتكم لمصر. تجي مصر يعني لازم تجرب الملوخية، لازم تجرب الحمام، وتضيفون بجانبه كبدة الاسكندراني، لازم تجربونه لازم. الله، هذا ثاني طبق يصدمني اليوم على قائمتنا، على مأكولاتنا، صدمني بطعمه الرائع. مذاق ساحر، هذا من الأطباق اللي ما تتمنى أنه يخلص، يعني هو مو من أطباق الدسمة اللي تشبع بسرعة، لكنه طبق فن حقيقي بصراحة. يعني المصريين مطبخهم يعكس فن ما له حدود. مذاق رهيب. يعني كأنك قاعد تاكل طبق بامية مفروم، نفس درجة اللزوجة، في شبه شوية لكنه طبق فن 100. طبق يستحق أن تمسح مسح، لذيذ.